السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. توسع الادخار والقروض المصغرة بنسبة 60% بإقليم القاشبركة. سلطة الغابات والحياة البرية بإقليم شمال البحر الأحمر تقيم أعمالها. نتائج مثمرة لجهود الحفاظ على الغابات بعدغيح. في الأنباء العالمية، وزير خارجية إيران يقول إن سياسة الضغط الأقصى فشلت سابقا وستفشل مجددا. الفلبين وأمريكا تجريان مناورات مشتركة ببحر الصين الجنوبي. إطلاق نار داخل مدرسة بالسويد والشرطة تؤكد مقتل نحو 10 أشخاص. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. أفاد فرع صندوق الادخار والقروض المصغرة بإقليم القاشبركة أن تمديد القروض زاد بنسبة 60% في عام 2024. وبحسب التقرير فقد بلغ عدد المقترضين على المستوى الإقليمي 35 ألف مقترض، وتم إنفاق 62% من 64 مليون نقفة على العملاء الناشطين في التنمية الزراعية، وزاد تحصيل القروض بنسبة 37% مقارنة بعام 2023. ووفقا لمسؤولي فروع الصندوق في بارنتو وتسني السيد موغوس محاري والسيد تادسي مبرحتو، فإن الهدف هو تحسين إنتاجية المواطنين في المناطق الريفية والضواحي النائية الذين لا يستطيعون الاقتراض من المؤسسات المالية الرسمية لمساعدتهم على تحسين معيشتهم بسبب بعد المسافات. من جانبه أوضح المدير التنفيذي المكلف للصندوق السيد تافل أسمروم أهمية تقييم عملية توزيع وتحصيل القروض، وشكر الشركاء على تعاونهم في سداد العملاء للأموال. وفي كلمته الختامية شكر حاكم إقليم القاشبركة سفير محمود علي الحوري الصندوق على جهوده لتحسين معيشة المواطنين، وأكد لهم دعم إدارة الإقليم في حل المشاكل التي تواجههم. استعرض فرع سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم القاشبركة خطط العمل لعام 2024 للحفاظ على الغابات والحياة البرية وإثرائها، وناقشت خطة عمل لعام 2025. وأوضح مسؤول الفرع النقيب صحية تخلي في اجتماع الذي عقد في قندع في 30 من يناير المنصرم أن الحملات المكثفة لرفع مستوى الوعي العام أحدثت فرقا كبيرا في الحفاظ على المحمية الطبيعية، وتم زراعة أكثر من 20 ألف شجرة في مشتل قندع ونقفة بمشاركة من وحدات قوات الدفاع والمواطنين، وأنها في حالة جيدة. وأضاف النقيب صحية أن وضع المحمية الوطنية يتحسن من حين إلى آخر، وأن الحياة البرية التي كانت بعيدة عن المنطقة عادت بأعداد كبيرة، وأن المشاريع القائمة والحملات المكثفة من بين الخطط الرئيسية لعام 2025. ودعا مدير مديرية قندع السيد عمر يحيى المواطنين والمؤسسات الحكومية المعنية والاتحادات الوطنية إلى العمل بمسؤولية لجعل محمية وطنية أو لجعل المحمية وطنية وفعالة. وحث المدير التنفيذي لسلطة الغابات والحياة البرية العقيد كين فهب توم الإدارات المحلية على اتخاذ إجراءات جادة والمجتمع للعب دور يقظ للحد من الزيادة في عدد الأسر داخل المحميات الغير ممنهج والرعي فيها. واقترح المشاركون في الختام ضرورة مراقبة زراعة الأشجار في المدينة بشكل جدي، وزيادة نقاط التفتيش في المناطق التي يلاحظ فيها محاولات قطع الأشجار، والقيام بحملات في توعوية للمجتمع. هناك 107 ألف هكتار من المحمية الوطنية المحظورة في إقليم شمال البحر الأحمر المعروفة بالمحمية الشمالية والجنوبية، والتي تمتد من نالاي إلى دبر بيزن. أفاد مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية بمديرية عدقيح السيد أحمد الدين إسماعيل أن معدل محاولات قطع الأشجار انخفض بأكثر من 80% بسبب إجراءات الحماية الصارمة ومراقبة الموارد الطبيعية في مديرية عدقيح. وذكر السيد أحمد الدين أن الدور اليقظ للمجتمع كان مهما إلى جانب وضع نقاط التفتيش في سبراسيو وحزيتو وكاريبوسا وحينبا.
وأضاف أنه تم إجراء حملات توعوية في 21 من إدارات الضواحي لغرس عواقب قطع الأشجار وفوائد التشجير، وأن العمل يجب أن لا يقتصر على عاتق مراقبي الغابات وإدارات الضواحي فقط، بل من الضروري تحمل كل المواطنين المسؤولية للمشاركة في هذا الصدد. وأخيرا ذكر السيد أحمد دين أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في أنشطة تدمير الغابات الغير قانونية خلال الأشهر الستة الماضية. وأشار ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في المديرية السيد جرماي أبرهة إلى أن قطع الأشجار قد انخفض منذ منتصف الثاني من العام الماضي. قام فرع اتحاد المرأة بالإقليم الأوسط وبالتنسيق مع قسم الزراعة والأراضي بتدريب 30 ربة منزل على تربية النحل في مديريتي بريخ وسرجقة. وأفادت مسؤولة الاتحاد بمديرية بريخ السيدة يورساليم هبتة في حفل التخرج الذي أقيم على مستوى مديرية بريخ في 4 من فبراير الجاري أن 15 متدربة تم تحديدهن من قبل إدارات الضواحي وإدارة القرية، وأنه تم توزيع خلايا النحل عليهن. وحثت رئيسة قسم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في المكتب المركزي للاتحاد السيدة سنايت محاري المتدربات على أخذ التدريب على محمل الجد، لأنه سيساعدهن على الاعتماد على أنفسهن وتعزيز القدرة الاقتصادية لأسرهن. وأوصى ممثل المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد أسرات هيلي ومدير مديرية بريخ السيد تسفو فسهاتيون المتدربات إلى نشر المعرفة التي اكتسبنها للنساء من حولهن إلى جانب الجهود التي يبذلنها لتحسين معيشتهن. وتم تقديم تدريب مماثل ل15 امرأة في مديرية سرجقة وفقا لوكالة أنباء الريناء. وفي الوقت نفسه تجري مسؤول الاتحاد بالإقليم الأوسط السيدة ألم تهاي لقاءات مع أعضاء الاتحاد في جميع المديريات منذ يناير لتقييم تنفيذ برامج العمل. أعلن الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم القاش بركة أنه يعمل بقوة لتنفيذ برامج تنظيم الشباب والطلاب حسب مجالات نشاطهم لتمهيد الأرضية لتطوير الذات واكتساب المعرفة المهنية والسياسية وغيرها. جاء ذلك في مناسبة تخريج طلاب قدموا من 15 مديرية من دورة تدريبية في العلوم الاجتماعية في 3 من فبراير بمدينة بارونتو. تضمنت الدورة التدريبية المنظمة من 27 من يناير وحتى 3 من فبراير الخلفية التاريخية للاتحاد ودوره في النضال الوطني والوطن والوطنية، ومضمون الفكر النصر السياسي والنفسي والشباب وحماية البيئة والشباب والاقتصاد وتقنية المعلومات وأولويات الفلسفة والدين. وقال مسؤول الشؤون التنظيمية والسياسية في الفرع سيد تخلة زرقاء إن التدريب إلى جانب دوره في رفع الوعي يخلق الأرضية للتعارف وتبادل التجارب. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بالإنابة في إقليم القاش بركة السيد مارك أوسجر ماتيون أن الاتحاد يعمل ضمن مبدأه الطليعي القائل ليوعى وينظم ويسلح الشباب، يعمل بالتركيز في تنمية قدرات الكوادر. وقال حاكم إقليم القاش بركة السفير محمود علي حوري في ختام مناسبة التخريج إن التدريب والبرامج الموجهة إلى الشباب لا يمكن نجاحها دون مشاركة ومساهمة مؤسسات الحكومة والجبهة والمجتمع عامة والشباب والطلاب خاصة، داعيا لمواصلة الجهود المنسقة والمنظمة. استشهد المناضل كفل برهانة ولد هواريات الذي ظل تحت رعاية وزارة العمل والرعاية الاجتماعية يوم أمس 4 من فبراير عن عمر ناهز 67 عاما جراء مرض ألم به. كما التحق المناضل كفل بصفوف القوات الشعبية لتحرير إريتريا في عام 1975 ليعم في وحدات الحرس الثوري والقوات القتالية. المناضل كفل برهانة رب أسرة وأب ل4 أبناء، ووري جثمانه السرى ظهر اليوم بمقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. تعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بالغ حزنها باستشهاد عضوها المناضل الشهيد كفل برهانة ولد هواريات، وتعزي زويه وزملائه المناضلين ومن عمل معه. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية.
على الصعيد العالمي، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المخاوف الأمريكية بشأن البرنامج النووي الإيراني ليست مسألة معقدة، مشددا على أن طهران قادرة على تبديدها نظرا لالتزامها بموقفها الرافض لأسلحة الدمار الشامل. وعلى هامش اجتماع للحكومة، أوضح عراقجي أن إذا كانت العقبة الرئيسية أمام الولايات المتحدة هي القلق من سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، فإن هذه المشكلة قابلة للحل. وفي تعليقه على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدلى بها، قال عراقجي للصحفيين إن سياسة الضغط الأقصى على إيران أثبتت فشلها سابقا، وإن تكرارها لن يؤدي إلا إلى الفشل مجددا. وكان ترامب قد أعلن إعادة العمل بسياسة الضغط الأقصى ضد طهران، والتي تتضمن إجراءات تهدف إلى خفض صادراتها النفطية إلى الصفر، سعيا لمنعها من تطوير سلاح نووي. أعلنت القوات الجوية الفلبينية إجراء دوريات ومناورات مشتركة على الاعتراض الجوي مع نظيرتها الأمريكية فوق بحر الصين الجنوبي. وذكرت القوات الجوية الفلبينية في بيان صحفي أن الدوريات والمناورات التي تستمر يوما واحدا جرت في بحر الفلبين الغربي، وأضافت أنه شارك في المناورات 3 مقاتلات فلبينية إلى جانب طائرتين أمريكيتين تابعتين لقيادة القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادي. وأوضحت أن هذه المناورات العسكرية تهدف إلى تعزيز التنسيق العملياتي وتحسين الوعي بالمجال الجوي وتطوير قدرات القتال المرن بين القوتين الجويتين. أعلنت الشرطة السويدية مقتل نحو 10 أشخاص على الأقل بهجوم مميت في مدرسة بمدينة أوريبرو الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر غرب ستوكهولم. وفي بيان رسمي، قالت الشرطة السويدية إن العملية مرتبطة بتهديدات بوقوع اعتداء دموي، مشيرة إلى أن الموقف لا يزال قيد التطور. ولم يتضح بعد ما إذا كان المسلح من بين القتلى، لكنه يعتقد أنه من بين المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى. وأكدت الشرطة أنه لا توجد أي دلائل تشير إلى صلات إرهابية حتى الآن. وعلى الفور فرضت قوات الأمن طوقا حول مدرسة ريسبرجسكا، حيث أغلقت المبنى بالكامل وحثت المواطنين على الابتعاد عن المنطقة. ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزر الملوك الشمالية في إندونيسيا، وفقا لما أعلنته وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية. وأوضحت الوكالة أن الزلزال وقع على عمق 81 كيلومترا تحت سطح البحر، مستبعدة إمكانية حدوث تسونامي. وحتى اللحظة لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات، فيما لم تصدر وكالة التخفيف من الكوارث في البلاد أي تعليق رسمي بعد. وتتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب موقعها على حزام النار، وهو منطقة تنشط فيه الزلازل والبراكين حول حوض المحيط الهادي. سيداتي سادتي، نذكركم بالعناوين قبل ختام النشرة. توسع الادخار والقروض المساقرة بنسبة 60% بإقليم القاش بركة. سلطة الغابات والحياة البرية بشمال البحر الأحمر تقيم أعمالها. نتائج مثمرة لجهود الحفاظ على الغابات بالتقييح. وزير خارجية إيران يقول إن سياسة الضغط الأقصى فشلت سابقا وستفشل مجددا. الفلبين وأمريكا تجريان مناورات مشتركة ببحر الصين الجنوبي. إطلاق نار داخل مدرسة بالسويد، والشرطة تؤكد مقتل نحو 10 أشخاص. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.